اهلا بيكم متابعين قناة مشاوير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا. الفيديو بتاع النهاردة احنا في المعمورة الشاطئ في اسكندرية، طبعا كل الناس عارفاها. بيجولها من كل حتة في مصر. طبعا احنا كنا زمان بنصيف فيها طبعا كلنا. النهارده هنعرض لكم شاليه بقى من احلى الشاليهات اللي في المعمورة اللي تقدروا تأجروه، وسعره برضو حلو جدا. مش غالي خالص، في ما شاء الله سراير كتير وياخد اكتر من 10 افراد. الشاليه بتاعنا النهاردة على الجنينة زي ما انتوا شايفين، وعلى البحر على طول صف اول. نبدأ كده نشوف ده الريسبشن، في كنبتين وكرسي، في تلاجة. في كمان كنبة تانية اهو، كنبتين وكرسي زي ما احنا قلنا. دي كده اوضه برضو فيها كنبه، فيها سرير كبير، فيها سرير تاني كمان صغير، فيها سريحه وتلفزيون، مروحه، وطبعا فيه كمان تكييف. الشاليه طبعا مجهز بالكامل يا جماعه، ما فيهوش اي مشكله خالص. تكييفات موجوده وكمان المراوح موجوده. ده كده التراس بتاع الشاليه، بيبص زي ما انتوا شايفين على الجنينه، بيبص على البحر. الشاطئ بتاع المعمورة من أجمل الشواطئ اللي ممكن تروحوها، بيبقى فاضي مش زحمة خالص، وبرضه نضيف. دخول المعمورة تقريبا بيبقى للعربية الكاملة 25 جنيه. الشاليه دي كده الأوضة الأولانية، في كمان أوضة تانية دلوقتي هنشوفها. الأوضة برضو التانية دي فيها 2 سرير، وفيها مروحة، وفيها كمان تكييف. ده الحمام، فيه غسالة، والدش كمان موجود. ايجار الشاليه يا جماعه هقوله لكم في اخر الفيديو. ده كده الاوضه التانية، فيها 2 سرير كبار، وفيها كمان تلفزيون وكنبه. في كمان اوضه كمان يا جماعه تانية انا كنت ناسيها، في اوضه كمان تانية، اوضه فيها سرير واحد وهو 2 حمام، يعني 2 حمام و3 غرف، وهو صف اول على البحر. ايجار بقى الشاليه ده في اليوم ايجاره 850 جنيه. اي حد عايز يأجره او اي حد عايز يحجز، هسيب لكم ارقام التليفونات عشان تقدروا تتواصلوا معاهم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك، واللي عنده اي تعليق يقدر يسيبه لنا تحت واحنا هنرد على الناس كلها. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واستنوا بقى الفيديوهات الجايه بتاعتنا.